اختبار حاسة الشم، عمرك سمعت عن اختبار حاسة الشم قبل لا كده؟ ما سمعتوش ده. بتشم الهدوم قبل ما تلبسها ولا لا؟ بكل صراحة. بشمها قبل ما البسها ولا لا؟ اه عادي بشمها طبعا. طيب وحكمك عليها ده بيبقى على اساس ايه؟ بشمها عشان خاطر اشوف تصلح لللبس بعد كده ولا لا. بعد كده مش بعد كده، دلوقتي وانا نازل يعني ممكن بشمها اشوفها ريحتها حلوه او لا. طيب بيقول لك بقى ان في ناس فعلا بتعمل كده قبل ما يلبسوا حاجه وهم اوريدي لبسوها قبل كده، ياخدوها يشموها وحكمهم عليها من خلال مناخيرهم طبعا يقول لك ايه دي ريحتها حلوه نظيفه، او مثلا ريحتها لا مش قد كده تبقى مش نظيفه. طب افرض انت بقى مناخيرك قالت لك ان هي ريحتها حلوه بس هي طلعت مش نظيفه، مش ده وارد؟ ما هو ممكن تكون حاطط فيها برفيوم مثلا. أي. البرفيوم ده لونج لاستنج يعني قاعد بقى مكمل فيها. فانت قلت ريحتها حلوه والله اما البسها، وهي تلاقيها يعني طالع عينها. ما هو القرار بتاع ان انت تاخديها تحطيها في الغساله ده مش بيجي من مره واحده، في ناس ما بتعملش كده يعني، معلش بقى لازم ريحتها تبقى فايحه يعني. انت خرجتي ورجعتي تاني وحطيتيها، خارجه تاني ولا بتاخديها تشميها، لقيت ريحتها مش قد كده بترميها في الغساله، لقيتيها تمام لسه شغاله تاخديها تلبسيها مره تانية يلا على طول. ما هو ده كل ده معتمد على حاسه الشم. في ناس بتبقى حاسه شمها ضعيفه. هي دي مشكلتك ان ايوه الناس حاسه شمها ضعيفه. الناس حاسه شمها ضعيفه ممكن مثلا تكون بتاع ريحتها تقرف وهو مثلا شاممها لا عاديه يعني تنفع. المشكله هنا في حاجه تانية بقى، ان هل اصلا ده صح ولا لا؟ التيشيرت او القميص او الهدوم عامه لابسه مره واحده تتحط في الغساله ولا تتلبس كذا مره؟ اعتقد ان هو لا الصراحه هي تتلبس مره وخلاص. لان ثواني فرضا انت نزلت في جو حر جدا وبتاع وعرقت ومش عارف ايه تمام وحطيت برفيوم فالتيشيرت او الهدوم ريحتها مش باينه ريحتها حلوه بس هي عرقانه معفنه يعني محتاجه تتغسل. دي على حسب بقى، في ايام بتبقى خلاص القرار محسوم. انا طلعت انا عارف ان اليوم ده كان كله عرق وبهدله وقرف ومرمطه، فخلاص انا هاخد التيشيرت او الحاجه وهرميها في الغساله. في ايام ما بين البنين ما بتعرف لهاش حاجه بقى، اللي هو مش عارف طب التيشيرت دي احطها تتغسل يعني. ولا خليها تنفع تشيلني كمان خروجه ولا حاجه، قاعده على القهوه مثلا، نزول انزل اشتري حاجه ولا ايه يعني، على حسب. عارف بقى اسوأ حاجه ممكن حد يعملها ايه بقى؟ انه ياخد تيشيرت ملبوس قبل كده ويروح كويه. ده مشكله، ده بيقوي الريحه بجد. وعارف كمان ان هي لو متوسخه وكويتها الريحه البقع بتتعمق في دي عارفها ماشي، دي عارفها بس فهي نفس الفكره. لو الحاجه فعلا ريحتها وحشه وانت رحت ماسكها كويها يلا انت كده خليت الريحه لا ما اظنش الشخص اللي بالعقل كده، الشخص اللي بيفكر يلبس الحاجه للمره الثانيه او للثالثه خلال الاسبوع مثلا اكيد مش هيفكر يكويها. طيب افرض متكرمشه وعايز يلبسها، ما انا بقول لك هي شخصيته كده مستحيل. انا متاكد 1,000,000% ان الشخص ده مستحيل يعمل الكلام ده. واحد بيكسل يغسل الحاجه هيكويها ازاي يعني بالعقل يعني؟ عادي وارد. لا على فكره هو مش مكسل يغسل الحاجه، هو بس يعني الهايجين بتاعه اللي هو ممكن يلبسها كذا مره حتى لو ريحتها مش عرق جامد يعني، فخلاص ممكن تتلبس مره تانية. ده هيكوي بذمتك؟ لا مش منطقي فعلا، مش منطقي. الفكره بقى ان انت مثلا في ناس كتير بتعمل الحركه دي فانت لو جيت سالت جروب شات مثلا والله يا جماعه انتوا بتعملوا كده ولا لا، هتلاقي كل الناس اللي هو ايه ده لا ما بعملش ازاي القرف ده، انا ما بعملش الكلام ده طبعا. بس انت لو جبت حد في الشارع سالته مثلا او كلمته كده ان بيرسون يعني هيقول لك هتلاقي معظم الناس بتعمل كده بالظبط. ممكن بيني وبينك هيقول لك، بس هو مش عايزين يعترفوا قدام يعني، ما يبقاش دي حاجه معروفه عنهم ان احنا بنعمل كده، بيتكسفوا قوي من الموضوع ده. يا جماعه الناس اللي بتعمل الكلام ده عادي يعني كلنا بنعمل كده. وقبل ما بلبس التيشيرت بشمها الاول، لقيتها تصلح للخروج ماشي، لقيتها ما تصلحش للخروج خلاص بقى عادي ما تتكسفوش يعني، الموضوع بسيط. انا خايف من حاجه يكون في النوع بقى اللي هو لما بيشمها ويلاقي ريحتها عرق وحشه ويلبسها برضه. ده اكيد انا اعرف شخصيات كتير كده صراحه. القرف ده وتعرفيهم ليه؟ ما اعرفش، بضطر اتعامل معاهم وانا يعني بمزاجي. هل تعلم ان انت تتفرج على حلقه هل تعلم ان انت لما تتفرج على حلقه من مسلسل احنا الاثنين متابعينه مع بعض لوحدك دي تعد خيانه عظمى؟ خيانه عظمى؟ لا انا عادي الصراحه. لا مش عادي. دلوقتي احنا متابعين المسلسل ده مع بعض،
فهو ما ينفعش نتفرج عليه غير سوا. المومنت دي بتاعتنا مع بعض، مش ملك الشخص لوحده. هو فانت بقى تروح ليه رايح بنكبر المواضيع؟ بقى بتتفرج عليه لوحدك، دي لا ايه؟ لا، ما خيانة. بص انا ما بحبش نكبر المواضيع. ما فيهاش خيانه عظمى وبتاع والكلام ده. طب ما انت قبل كده عملت كده معايا، كنا بنتفرج على فريندز وانا كنت برجع الاقيكي متفرجه على حلقتين ثلاثه. لا هنا الموضوع مختلف. الموضوع علشان مختلف؟ انت وقتها يعني انت مش عارفه تتكلمي، مش عارفه تتكلمي وتقولي اي حاجه. انت وقتها اظهرت عدم اهتمام بالفرجه اساسا، وبعدين ده انا متفرج عليه 70 مره. انت ليه اصلا بتاسيوم ان انا اصلا ما اظهرت عدم اهتمام؟ مش باسيوم، انت ومش اللي عارف قلت. ايه؟ لا انت أنا ما عملتش قلت الكلام ده. مش عاجبني، مش مهتم. والله كامل. لا بس ملوش لازمة عامة ده. عادي، ما فيهاش مشكلة. هي مش نهاية العالم لما يكون في اتنين بيتفرجوا على مسلسل. مش لازم خلاص الاتنين يكونوا مع بعض في طول المسلسل، عادي يعني. وبعدين مش شرط. الفكرة في حاجة، المسلسل ده احنا ممكن نخلصه، يعني لو انا خلصته لوحدي ممكن اخلصه في اسبوع اسبوعين. لو فضلنا يعني اللي هو حاطين ان احنا بنكمت ان احنا نتفرج عليه سوا، احنا ممكن ما نخلصوش لمدة سنة ولا حاجة. مش مشكله، اتفرج انت على حاجات تانية لوحدك. افرض انا هو ده اللي انا ولا عايز اتفرج عليه. ما احنا بنتفرج عليه مع بعض. يعني ايه يعني احنا المسلسلات بنتفرج عليها واحنا مثلا بناكل ولا بتاع. انت عايز تفهمني ان انت تروح تتفرج على حاجه تانية، واجي انا بقى متوقع ان احنا نتفرج على الحلقه اللي احنا واقفين عندها، الاقيك تقول لي خلصتها مثلا. انا في السيزون ال 15. ايه ده؟ وخصوصا كمان في الحاجات بقى اللي هي الجديده، يعني لما يبقى مسلسل بقى لسه نازل جديد، يلا بقى انت تروح انت تتفرج. بتزعلي من كده؟ ايوه طبعا. انا بحس عادي الصراحه. لا ما تعملش كده لو سمحت، ده بالاجبار. ما وعدتكيش. مع وعدتكيش عم حجاج. مع معلم عم حجاج. لا انا ما وعدتكيش بالحاجات دي لا الصراحة. توعدني يعني ان شاء الله يعني. طب انا في حاجه بقى تانية بقى. طب انت بتزعلي لما انا بتفرج على مسلسل لوحدي حتى لو هو مش عاجبك؟ طب معلش بقى، لازم اصير الجدل في النقطه دي. دلوقتي انا بتفرج لا على عادي، مسلسل. بدأت تتقبل يعني. بس ليه اصلا عندك حته اللي هو لا ما ينفعش تتفرج على مسلسل من غيري، ولو المسلسل ده مش حلو انا مش هتفرج عليه، وهقول له كمان ما يتفرجش عليه. طب ما عاجبني، انا عاجبني يا سيدي عاجبك اتفرج عليه بقى مع نفسك خلاص، وما تجيبليش سيرته، مش عايز اعرف. اقول لك على حاجه، اتفرج عليه من ورايا. اتفرج عليه من ورايا، ازاي مش ما عايز انت اعرف. هتسمعي يعني؟ طب حاجه تانية، لما انت بتتفرجي على حاجه انا مش عاجباني دايما بتجبريني ان انا اتفرج عليها. شفت ليه؟ الفرق ان انا ما بحبش اتفرج على حاجه لوحدي. لا انا بتفرج على حاجه. تشاركني. بص من الاخر انا بتفرج على حاجه، انت سمعتي صوت انا بتفرج على حاجه، هتشوفي ايه؟ ده جميله حلوه، طب ما تيجي نتفرج عليها سوا. انا عمري ما هجبرك تتفرجي على حاجه. مش هقول لك ايه لا اتفرج، تعالى بص شوف عمل ايه، بص شوف راحت فين. ايوه بتجبريني ان انا اتفرج، انا مش عايز. انت بتتكلم على يوفوريا. بجد حلو جدا، فانا عايزاك تتفرج عليه معايا. انت مش مقدر، انت مش عارف مصلحتك يا اخي. ده انا مش حابب يا ماما. ليه مش حابب؟ هل اديت فرصه؟ لا ما اديتش فرصه، ما جربتش. زي كده انا ما باكلش السبانخ. طب انت جربتها؟ لا مش عايز. انا حر ما حدش ايه يا عم، ده لازم تجرب الاول، بعد كده تقول عاجبني ولا مش عاجبني. ان شاء الله. انت جادجمنتال بالاخر كده، وبتحكم على الحاجات بسرعه وبتقول لا يعني لا. انت عايز تقولي حاجه؟ ايوه. عمركش فكرت قبل كده؟ عمركش هو ده اللي كنت عايزه اقوله. عمركش كنت خايف اقول عمركش. ايه ده؟ جبتها منين الكلمه دي؟ مش عارفه صح ولا لا اصلا. عمرك فكرت؟ عمركش بقى. عمرك اللي هي عارف الاغنيه بتاعت علي حجار بيقول لك تجيش نعيش تجيش نعيش. والله بيقول كده. لا ما اعرفهاش. ليه تجيش نعيش دي؟ تجيش ايه تجيش دي؟ والله ايه تجيش؟ الكلام ده يبني. عمركش فكرت قبل كده اللون الاحمر بتاع الزبادي والعصير والليبستيك واي حاجه بتدخل في الاكل لونها احمر جاي منين؟ انا هقول لك مش محتاج تفكر. ايه ده؟ في ايه؟ انا هقول لك مش محتاج تفكر. ماشي. اللون الاحمر ده جاي من 70,000 حشره. 70 حشره؟ يعني انا مفكر حاجه صناعيه مش ما هو جاي من حشره مصنعه بقى. حشره مصنعه. اصبر هفهمك. اللون الاحمر اللي بيبقى في زبادي الفراوله، اي عصير لونه احمر، واي ليبستيك لونه احمر، 70,000 حشره تمام مطحونين تمام. والماده دي بتطلع اسمها كارماين. يعني دي مش حاجات انا افتكرت انها حاجات صناعيه مش عارف ايه، لكن وهتلاقيها فعلا على الليبل. يعني كلمه كارماين دي هتلاقيها على الليبل. او بيكون ليها اسم تاني اللي هو كوهينيال اكستراكت. يعني هم لانه مش هيقول لك على الليبل 70,000 حشره. هذا اللون الاحمر مصنع من 70,000 حشره. هو مش هيكتب اسم الحشره مثلا من المكونات اسم حشره، فاكيد مش هيكتبها. لا مش هيكتب. فهو بقى 70,000 كراشد انسكت.
تمام. علشان تعمل باوند واحد من الصبغه الحمراء دي محتاج 70,000 حشره من الكارماين دي. 70,000 حشره؟ 70,000 حشره عشان تطلع لك 1 باوند. الباوند ده يعني كام كيلو؟ باوند ده يعني مش عارفه الصراحه، بس مش الباوند هو مشكلة. اقل من الكيلو شويه. اقل؟ اظن الكيلو 3 وحاجه باوند. لا العكس، الباوند 3 وحاجه كيلو صح ولا العكس؟ مش عارفه. طيب حاسه الكيلو اكتر. نبقى نشوف. دايما طول عمري بتلخبط بين الباوند والكيلو ده. والمايل والكيلو اللي هو المسافه الكيلومتر، يعني المايل دايما والكيلومتر. في امريكا بيستخدموا الباوند الحاجات دي التانية. وبيستخدموا الفوت والفيت، مش موضوعنا يعني. مش مشكله، اللي دخلنا في الحاجات دي. الصبغه دي بتكون موجوده عارفه ان في ناس بتقول صبغه؟ صبغه، ما انا بقول صبغه. صبغه اسمها صبغه. صبغه؟ لا هي مش صبغه، صبغة. هي مش صبغه. صبغه دي بالسين. الصبغه صبغة. مسبوغه. صبغه ما هي صبغة. صاد ب غين، يعني حروف مفخمه كلها. فخمه. ما علينا. الصبغه دي بقى بيكون ليها مسميات بتتحط على الليبل بتاع اي عصير او حاجه، بتكون كارماين، كوهينيال اكستراكت، او اي 120. دي الحاجات لو لقيتها اعرف ان الالوان اعرف دي ان جميلة. روح دور على اي علبه بس زبادي انا مش حاسس ان حمراء دي او ممكن تبقى حاجه. حاجه مضره، ان هي طالما جايه من الطبيعه، يعني انا وجهه نظري يعني طالما جايه من الطبيعه احسن ما يبقى فيه لون مصنع بجد يعني، او حاجه شبه كده. دي وجهه نظري الصراحه. هي انت فكرك هي يعني بياخدوها لك في الحشره يحطها لك على طول؟ لا، ما اكيد بيحطوا يعني عليها بياخد حاجات تانية بقى. عصاره الحشره ممكن او حاجه مش عارف. مش عايزه افكر في الموضوع. وبيقول لك ان هي بيتم استخدامها من 500 سنه. 500 سنه؟ تخيل 500 سنه الناس إحنا بتاكل بقى حشرات وحاجات مم. في الاكل الحاجات الملونة، اللون والمشروبات الأحمر. وكده، واحنا ما نعرفش. بس دي مشهوره في اللون الاحمر بس صح، ولا كل اللون الالوان الأحمر. ليه نوع حشره بقى؟ لا ريد داي بس، ده الحشره دي ممكن في حشرات بس تانية. السؤال بقى المهم هنا هو الالوان التانية بيعملوا لها ايه؟ الله اعلم. تخيل اللون الاحمر جاي من حشره، اللون فتخيل بقى اللون الأخضر جاي الاخضر منين؟ جاي منين؟ تعبان مثلا. طب اللون البني مثلا، انا بفكر في الوان بقى الصعبه. ألوان بس هو البني. في بدائل طبيعيه للون، يعني لون بني مثلا الكاكاو يدي لون بني بس ممكن عادي. يدي طعم، ممكن يدي طعم. لكن هم عايزين يعملوا حاجه بلون من غير طعم. صح. احنا لازم ندور في بس الموضوع هما ده. دايما اي حاجه بني بتلاقيها رايحه في الطعم، يعني مثلا الستروبري يوجرت ده لونه احمر وهو طعمه فراوله. ما هو ما هم ايوه أذكياء ماشي، برضه ما هو مش بيحط أغبياء. طعم، ما هو اللون ليه حاجه، حاجة بني. الطعم ليه حاجه. ما حاجه بني هيبقى ايه؟ بودنج، هيبقى مثلا عصير بالشوكولاته، كراميل. بتاع كراميل هيبقى ليه عادي. الكراميل بيدي لونه مفيش مشكله، بس هما بقى اي لون بيبقى بيدي ايحاء على الطعم. ممكن الموز برضو. الموز اظن اي حاجه في الموز بتبقى ابيض، مصفرة شويه كده، حاجه بيجيبوا الصفار بسيطه ده منين؟ يعني. تخيل بقى الأسوأ من كده بقى ان الشركات مش مطالبه تقولك ان اللون اللي هما بيستخدموه ده جاي من الحشرات اصلا. هم مش مطالبين يقولك. تخيل. طب المفروض دي حاجه تكون في القانون نفسه، او حاجه لازم تجبر الشركات انها تقول حاجه شبه كده، مفيش بقى. ولا ده عشان ده منفر بالنسبه للناس فخلاص مفيش بقى اي حاجه؟ ملايين من الناس عمرهم ما مثلا طوعا هيروحوا ياكلوا حشره، بس هم بياكلوا فعلا حشرات بقالهم 500 سنه في كل اي حاجه لونها احمر. بس في نفس الوقت المعلومات كلها متاحه، ان انت يعني زي ما احنا عرفنا كده المعلومه عرفنا دي عشان دورنا. ما هي المعلومات متاحه للناس في بس نفس مش الوقت. كل الناس بتدور بقى. تخيل واحد كده اللون الاحمر في الزبادي لا بتاعي ما حدش ده جاي هيفكر، منين؟ ما هي الفكره في محدش حاجه. هيجيله. ايوه الفكره في حاجه، ما حدش هيفكر اصلا اللون ده جاي منين. بالظبط، انا هي دي باكل الفكرة. باكل اي حاجه، باكل اي اكل معين في اي لون، عمري ما هفكر هو اللون ده جايبينه ازاي. انا بزلط على طول وخلاص. فقرة الأسئلة. أكتر 5 بلاد عندهم أجازات رسمية في السنة الواحدة، وفي بلد منهم عندها 43 أجازة رسمية. 43 في السنة. اتفضل سيدي القاضي. اتفضل. مصر مش منهم؟ مصر من البلاد اللي عندها اجازات بالهبل. لا والله مش بتبقى اللي هي مثلا دي اجازه كده، لا في حاجات بتبقى عرضيه، يعني اللي اصل الجو مش حلو يا اولاد. لا بس عندنا مثلا مش عارف إيه؟ لا بس في مصر مثلا في مش عارف عيد تحرير سيناء. مصر مش منهم. ماشي طيب. بلاد فين في اسيا؟ في اسيا، اغلبهم في اسيا اصلا. واحده بس في امريكا. في واحده في امريكا الجنوبيه. مش امريكا؟ لا. كندا؟ لا مش بقول في امريكا الجنوبيه. وانت انت محتاج دراسه جغرافيا يا انا أخي. مش بفرقش امريكا الشماليه والجنوبيه. ايه ده؟ برازيل؟ لا. حاجه قريبه من البرازيل. مكسيك؟ لا. امال ايه؟ كولومبيا رقم 3 في القائمه، وعندهم 18 اجازه رسميه في السنه. حلو. احنا لازم نشوف بلد من دي نروح نشتغل هناك. ده هدفي، اشتغل في البلد اللي عندها اكتر اجازات رسميه. بلاش ماشي. البلد دي مش هتحب تروح تعيش فيها. اي هند. ما هنت اهو، البلد دي مش هتحب تروح تعيش فيها، وفي اسيا. الهند.
الهند رقم 1 في القايمه وعندهم 43 اجازه رسميه. 43 43 في يا ترى السنه. كل واحده فيهم كام يوم بقى؟ تخيل حاجه تانية برضو، جنسيه تانية موجوده هنا بكثره. باكستان. لا بعدهم بقى مين؟ بنجلاديش. لا وهم الفلبين الفلبين. وعندهم إزاي نسيت 18 الفلبين؟ اجازه رسميه وهم رقم 3 في القائمه. 18 اجازه رسميه. 18 هم زي كولومبيا 18 و18. مصر مش في القايمه. يا عمي مصر مش في القايمه يا اخي، مصر والله حاسس ما في القايمه. ان مصر كل شهر فيها يعني فيها حاجه فيها ما اجازه بتبقى يوم بتاع، بس هي فكره اللي بيطول المده في مصر ان هم مثلا. بس خلي بالك الاعداد دي المفروض اللي انت بتقوليها دي مش ايام، دي المناسبات، فكل مناسبه منهم ايام. لا دي التوتال دي، يعني مثلا 43 ده 43 يوم. 43 يوم 18 يوم 18 يوم ده ممكن على فكره 18 تلاقي يوم في السنه. طب ما خلي بالك مصر ممكن يبقى فيها اكتر من 18 يا ابني. ما هي يوم في مصر السنة. انا هفهمك لو يوم اجازه. يا مصر بتعمليها ازاي؟ هقول لك بقى مصر بتعملها ازاي بقى؟ مثلا لو في اجازه جايه يوم الخميس فهم يروحوا واخدين خميس وجمعه وسبت مثلا. ماشي. ولو اجازه جت يوم جمعه يروحوا مدينها يوم خميس. او طب مدينها يوم ماشي حد. ماشي. فهمتني؟ تمام. لكن اللي انت بتقوليه ده ايام مش عدد أيام. المناسبات. لا دي ايام طيب التوتال. تمام. انا افتكرت مناسبات 34. لا يا عم بس لا. لو 34 مناسبه في الشهر في 43. السنه 43 مناسبه في السنه، شوفي في كام يوم افريج 5 6 7 ايام. لا ده كده مفيش بقى مفيش شغل شغل. بقى كده سنه كلها اجازات. سلام، عشان كده قلت نروح. في بلد لسه مضروبه بزلزال اليوم. النهارده لا مش متابع اخبار اكيد. اليابان رقم 4 في القايمه وعندهم 16 اجازه. 16 يوم اجازه. بقولي بقى 16 يوم اجازه. 16 يوم ما اجازه. تلخبطنيش. آسيا. فاضل لي كام بلد؟ واحده بس. لا مش عارف ايه. ورقم 5 في القايمه والبلد المحببه الى قلبنا وهي الامارات العربيه المتحده. الامارات في القايمه. الامارات العربيه المتحده وهي 14 ل 15 يوم اجازه رسميه. طب ده حلو ده. الحمد لله. الحمد لله. انت اهو عمال تقول انا عايزه اروح مش عارف ايه وانت مش عارف. انا رايح اساسا. انت اصلا قاعد. انا هناك اساسا. طب تمام. قول لنا في بلدكم بتاخدوا كام؟ بلدكم احنا في بلدنا والله. هي في ايه؟ حدانا في البلد. بتاخدوا في بلدكم كام يوم اجازه رسميه في السنه؟ 5 انواع اكل ما كانوش موجودين من 100 سنه فاتوا. 5 انواع سنه فاتوا. كلها حاجات طبعا البيتزا. باينه انها مستحدثه. البيتزا غلط. البيتزا مش في القائمه. البيتزا دي من قديم الازل يا ابني. الفرايد تشيكن ماشي. وهي التشيكن التشيكن ناجتس. التشيكن ناجتس تم اختراعها سنة 1963. بنعمل الأكل على أساس إنه بقى إيه اختراع قومي. اختراع فعلا. أنت تشيكن هو أنا ليه مصممة إنها تشيكن؟ التشيكن ده إيه ده؟ الهوت دوج أو حاجات من الحاجات المصنعة يعني. لا مش الهوت دوج بس هي في حاجة مصنعة فعلا وهي البروسيسد تشيز سلايسز. الجبن يعني الشيدر جبنة تركي مش عارف ايه دي ما كانتش موجوده من 100 سنه. كل الكلام ده عمالين يقول لك الجبنه معتقه من مش عارف كام سنه. يمكن هي مش كل الفكره دي جديده يعني. فكره هقول لك بقى دي تم اختراعها سنه 1950. 950 على فكره. هو مش شرط الكور الكبيره بتاعت الجبن، هي فكره الشرايح. يعني مثلا الامريكان تشيز اللي احنا بنحطها في سندوتشات البرجر دي هي دي المقصود بيها السلايسز. كنت لسه اسالك في امريكان تشيز دي ايه اصلا. ما هي دي بقى السلايسز دي بقى. انواع اكل ايه تاني؟ طب اديني اي حاجه في اي حاجه. شرب يعني مش شرب حاجه قولي لا. انستنت النودلز ازاي ما جاش في بالك؟ موجوده من زمان في كوريا. الانستنت ايوه صح. النودلز دي حاجه والانستنت دي حاجه تانية. لا تمام. ودي تم اختراعها سنه 1958. نخش بقى في المشروبات. المشروبات الحاجه ساقعه. لا المشروبات مشروبات الطاقه. مظبوط. وهي الانرجي درينكس. وريد بول تم اختراعه سنه 1987. هو ريد بول دي اول حاجه في مشروبات الطاقه غالبا. ريد بول هم الانيشيتورز بتوع الموضوع ده. فاكر الاعلان بتاعهم زمان يعطيك جوانح اللي هو كانت الدودلينج. ما هو لحد دلوقتي لسه موجود لسه محافظين على الستايل ده. حلو والله. بس هو بيقول لك زمان كانوا بيعملوا الاعلان بشكل حقيقي، ففي ناس رفعت عليها قضيه اللي هو انا شربت الريد بول بتاعي وما طرتش. يعني ايه وطرت؟ لا وما طرتش او ما مش عارف ما عملتش ايه زي الاعلان.
فبداوا يعملوا الحاجات اللي هي الكرتون عشان ما حدش يعمل يعني يعمل له مشكله. يعمل يلا له هو مشكلة. فيك اهو. بالظبط. يلا بالظبط. بس هو السلوجان حلو الصراحه. بيعطيك جوانح ده جميل. هو بيقولها يعني. حلو يعطيك جوانح. ده لبناني تقريبا اللي بيقول لبناني. لبنان ولا ماشي. فاضل لك حاجه واحده، وحاجه انت بتحب تاكلها من غير ملح وانا بحب اكلها بوب كورن. اول ما قلت من غير ملح عرفت. كنت لسه اقول انا بحبها بنكهه الجبنه. ومش اي بوب كورن، البوب كورن بتاع الميكروويف تمام اللي ماشي. هو بيبقى في كيسه ده او حاجه ورقه بس كده ده مش- وتحط مش منتشر عندنا، ولا مره ده جربته. في امريكا. انا حاسه ان في امريكا ما يعرفوش اصلا ان في طرق تانية للبوب انا كورن. مره كنت بتفرج على حاجه بيقول لك ان البوب كورن اللي هو بيتعمل عادي زي ما احنا بنعمله في الطاسه دي حاجه قديمه قوي. أيوة. ومحدش بيعملها دلوقتي. تخيلوا الواحد مواليد جين زي مثلا حسيت انت إن تقول أنا- له لما اعمل بوب كورن وتروح تطلع الحله والزيت وبتاع. الراجل المجنون ده أنت راح يعمل إيه راح بالظبط؟ تعمل ايه يا مجنون؟ بالظبط. فانا حاسه بتوع امريكا نفس الاتيتيود ده. بالظبط. هتلاقيهم ما يعرفوش اي حاجه عن طرق عمل البوب كورن. لا 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 عادي، لو شافك بالطاسه كده هتعمل ايه؟ هتعمل مجنون تعمل ولا إيه؟ بيضتين ولا إيه؟ مش فاهم في ايه. اكتر 5 دول معدل اعمار الناس فيها عالي ما شاء الله، ربنا يديهم الصحه وطولة العمر. اسيا انا متاكد ان فيها كذا حاجه في القائمه دي صح؟ مظبوط. عندك 3 في اسيا واديها طيب، بسرعه يلا. الصين. وهي هونج كونج. هي هونج كونج هونج جزء كونج من لا الصين؟ لا، هو هونج كونج احنا قبل كده شفنا عرفنا ان لوحدها. هي ستيت سيتي او سيتي حاجه اسمها آه، سيتي ستيت اللي صح. هي جوه بلد بس بتتعامل لوحدها بقوانينها لوحدها. هونج كونج رقم 3 في القائمه. الاوفرول ده جاي يعني ميل وفيميل مع بعض. تمام ماشي. زي افريج كده ماشي، للاثنين. تمام. وهي رقم 3 في القائمه ومعدل العمر 85.6 85 سنه. 85.6 سنه. يلا كمل اسيا. اليابان. اليابان رقم 4 في القائمه والافريج 84.8 سنه. طب ما ده خلينا نفكر ليه اسيا فيها الموضوع ده برضه. شوف يعني بقى ليه اشمعنى اللايف ستايل الحياه اشمعنى- بتاعهم مليون في المية. اكيد 100%. 100% ولا كمل في اسيا. كمل في اسيا. الهند. لا باكستان. لا انت كده بعدت. انت كنت ماشي مظبوط. الصين، اليابان، كوريا. كوريا الجنوبيه رقم 5 في القائمه والافريج 84.4 سنه. فاضل لي 2 صح؟ فاضل لك 2 وهم في اوروبا وبلاد هقول لك لندن انجلترا. انا كنت هديك هنت حالا. طب قولي. هم من دول غنيه جدا ودول صغيره. موروكو. موروكو. موناكو. انت غلطت فيها قبل كده على فكره. قلت لك المغرب. موناكو صح؟ رقم 1 في القائمه. أيوة. والاوفرول افريج بتاع السن 86.5. هو بقى الايه الناس ما بتكبر ثراء في بقى. السن وعايز بقى يفرفش على نفسه وكده فبيروح لا على دي هناك. الناس اللي عايشه هناك اصلا. ما هو ممكن انا كبير في ما السن الناس- اروح اعيش هناك عادي مش مشكله. ممكن فرفش معرفش على بقى نفسي. تخش في الاحصائيه براحتي. ولا براحتي. براحتي. روح موناكو براحتي. ماشي. على فلوس. روح موروكو. فلوس. عيش هناك. ما هي الفلوس هي اللي بتدي بتطول في العمر. بتطول. صح. العمر يلا. بايد ربنا طبعا. طبعا. فاضل لك حاجه واحده وانت مش هتعرفها لان ها. في سؤال قبل كده انت ما عرفتهاش. لوكسمبورغ. لا اي بلد ما اعرفهاش غير هقول لك في لوكسمبورغ. سؤال ايه. ها. كانت في سؤال الدول الصغيره جدا. لا مش هفتكرهم اساميهم طيب غريبه سان أوي. مارينو. سان مارينو. سان مارينو وهي رقم 2 في القائمه والافريج بتاعها 85.8. طيب خلاص احنا نروح ندي دراسه هناك ونشوف ايه اللي بيحصل في الكلام ندي ده. دراسه. ونعمم على بقيه الخلق. ماشي. في بلدكم في معمرين ولا لا؟ اعلى 5 دول بتنتج كاكاو في العالم. اسبانيا. ضايع انت. خش في الكاكاو الاسباني مشهور. هولندا. المانيا. يا عمي هو بالعقل كده المانيا دول عندهم طبيعه استوائيه تسمح لهم ان هم يزرعوا اشجار كاكاو. خلاص اهدي عليا. بالعقل. ماشي. البرازيل. طيب ماشي. البرازيل رقم 5 في القائمه. تمام. بالظبط. فكر شفت بقى بقى؟ انت كده. خش طيب. بقى على الطريق المظبوط. البرازيل. مين تاني برضو في أمريكا عندهم الجنوبية؟ كاكاو. امريكا الجنوبيه. ومشهورين بالقهوه كمان. وكان في كافيه بنقعد فيه في اسكندريه. الاكوادور. الاكوادور. برافو. شاوت رقم أوت. 4 في القائمه. شاوت اوت. شاوت اوت لاكوادور. شاوت اوت لاكوادور في اسكندريه. ماشي. اكوادور رقم 4 في القائمه. طيب اثيوبيا. اثيوبيا. لا مش اثيوبيا. لا بس برافو. في 2 في افريقيا. في افريقيا. آه. طيب الكونغو. لا. الكونغو الديمقراطيه. هو ايه الفرق مع حاجه واحده؟ لا دي بلد اظن. بجد؟ تقريبا. انت بتهري على فكره. والله لا اظن يعني تقريبا. طب تمام. وهي رقم 2 في القائمه غانا. غانا. غانا رقم 2 في القائمه. حلو ده والله. وعندك حاجه واسمها في ساحل. ساحل العاج. ساحل الكوت ديفوار. العاج رقم 1 في القائمه. ماشي. ايفوري كوست. ايفوري ولا ايفوري؟ إيفوري ولا إيفوري؟ هي اصلا بيتكلموا فرنش فممكن تكون بتتنطق إيفوري. حاجه
ايفوغي إيفوغي. يا خواجه. فاضل لك رقم 3 في القائمه وهي في اسيا. اسيا. بلد كده طيبه هتلاقي اندونيسيا هي. برافو. الله عليا الله. اندونيسيا رقم 3 في القائمه. صح، انا قلت حاجه الاستوائيه شويه كده. مورال اوف ذا ستوري ان احنا لما نيجي نجيب بقى كاكاو نشوف بقى نجيب الدول حاجه من البلاد دي، بس مش كان اشهر بلاد في انتاج الكاكاو مش منهم تقريبا يعني. هو دي انتاج او دي لا مش قصدي يعني مش الاشهر صح، بس دي الاكتر يعني البراندات نفسها دول عندهم السورس نفسه بتاع الكاكاو. احنا ندور بقى لكن ورا البراندات كل نفسها شركه بتجيبوا الكاكاو بتاعكم بالظبط منين. كده. هيرشيز بيجيبوا الكاكاو بتاعهم منين؟ بالظبط، هيرشيز وفي هندز وفي كادبري برضو عندهم بس بيعملوا ما كاكاو. بحبش الكاكاو بتاعهم، هو اصلا بيبقى مش كاكاو خام، بيبقى شوكليت يعني شوكليت درينك يعني. ما يعني هنشوف اي حد عنده منتج الشوكولاته مع شركات الشوكولاته كلها. ايوه صح. نشوف الشركات دي بتجيب بس هو فعلا الانتاج منين. افريقيا وامريكا الجنوبيه مكسحين الدنيا. مكسحين الدنيا. مكسحين الدنيا ده. 5 ممثلين حققوا مليارات الدولارات في السينمات واتضحك عليهم واخدوا اقل من اللي يستحقوا. طيب افلام ولا مسلسلات؟ افلام. طيب عارفه دماغي هتيجي في ايه؟ في حته الممثلين اللي بدأوا افلام وهم سنهم صغير. برافو، انت كده مظبوط جدا. طيب وفي سلسله افلام ده اخري. في سلسله افلام محبوبه جدا وفيها ناس يعني لورد اوف ذا رينجز. لا حاجه شبهها. دي افلام انا بتلخبط. حاجه فيها ماجيك هاري بوتر. هاري بوتر رقم 5 في القائمه. دانيال رادكليف اللي هو اصلا هاري بوتر نفسه ده اتدفع له 125,000 باوند في الفيلم الاولاني. اول فيلم. بس تخيل الفيلم ده اصلا لوحده عمل ايرادات قد ايه، واتضحك عليه واتدفع له 125. بس اكيد 125,000. بس بعد كده اكيد سحلهم معاه بقى، قال لك خلاص انا مش هكرر الغلطه تاني يعني. واصلا الفرانشايز بقى بتاعت هاري بوتر دي حققت 9 مليار دولار. 9 مليار دولار 9 مليار من دولار اول جزء بس من الفرانشايز كامله. 9 مليار دولار. ايوه انت شوف اتعمل فيه ايه هاري بوتر لحد دلوقتي. الفكره ان هو كان عنده 11 سنه وهم اهله هم اللي وقعوا الكونتراكت. ما بالظبط. فاهله كانوا تلاقيهم طيبين غلاب على نياتهم. لا بس الفكره في حاجه كمان ان مش شرط، ممكن ساعات بيبقى المنتجين بيبقوا مش بيفهموهم ان ده مش مضمون، يعني الفيلم مش مضمون بالزبط. فده اول جزء فطبيعي مش هديك عالي حد يعني. لسه بادئ مثلا زي واحد عنده 11 سنه لما يدفع له في فيلم 125,000 استرليني ده رقم طبعا جامد يعني بالنسبه له. وساعتها كمان كان رقم لما كبير. مع الوقت بقى كبر بقى بدأ بقى طبعا يعرف قيمته طبعا. حاجه في افلام مارفل. افلام مارفل مين حد كان سنه صغير ساعتها برضو؟ ايه دي؟ سبايدر مان وهو رقم 4 في القائمه، وتوبي ماجواير. ومع العلم ان سبايدر مان ده عدى عليه ممثلين كتير اخرهم توم هالاند. ده سبايدر مان ده اصلا من زمان جدا بيتعمل اساسا يعني من زمان، بس هو ده الكلام على الفيلم بتاع سنه 2002. ده اقل واحد اخد فلوس ده اتدفع له بس 4 مليون دولار. اتنصب عليه ده. شوف بقى اصلا افلام مارفل ومن ضمنهم سبايدر مان ده محقق كام؟ اتدفع له 4 مليون دولار بس، مع العلم ان الفيلم ده محقق 825 مليون دولار. تخيل صفقات تخيل تدفع بس. المنتجين دول من اشطر الناس والله. منتجين الافلام دول فكه كده للممثل اللي هو البطل اصلا بتاع الفيلم وانت تحقق 825. يا نهار ابيض، يعني ده مكسب 821 مليون دولار. بس ماشي، بس في حاجات تانية في الانتاج يعني في حاجات تانية للممثلين تانيين وفي الانتاج نفسه صح وكده، فبرضه بس البطل نفسه ياخد حاجه شبه كده فده لا يعني قليل جدا. فكه والله يعني فكه ما يدومش للسايس يعني. في فيلم كان جديد سنه 2023 وكله كده بينك وحركات. باربي رقم 3 في القائمه، وهي مارجوت روبي. ما خدتش حاجه. مارجوت روبي اخدت 12.5 مليون دولار بس. والفيلم ده محقق 1.44 مليار دولار. بس بصراحه انا لو مكانها هياخد رقم كبير. ايوه يعني انا متاكد ان الفيلم ده هينجح يعني. في افلام كده هتنجح عافيه. في ممثلين ما بيبقوش عارفين اللي هو ايه، ماشي يلا ما اخش وخلاص. 12 مليون مش قليل بتاع. وبعدين مارجوت روبي برضو ما عملتش حاجات ياما قوي يعني. هي ممكن عشان كده بقى يعني برضو مش من الفنانين التقال جدا. هو ده ذكاء ده ذكاء منتج الصراحه. الذكاء المنتج ان هو يختار ممثل فعلا هينجح في الدور ده وياخد فلوس قليله. هي بقى على فكره المنتج يكسب من وراه كتير. التجارب دي بتعلمهم اكيد ان هو يعرف قيمته بعد كده في الفيلم اللي بعده. اكيد هيشوف نفسه علينا بقى. بالظبط. علينا يا وانا منتج ولا انا ماشي. يا رب يا اخي تبقى منتج.
عندك بقى فيلم قديم جدا وكله بقى بيو 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 كده. 007 جيمس بوند. جيمس بوند، بس الفيلم ده كان من سنة 1962 ل 1967 والممثل هو اسمه شون كونيري. الممثل ده اتدفع له تخيل كام؟ ده من زمان قوي اكيد هيبقى 6000 دولار استرليني. 6000 بس. طب ده اول فيلم ده اول فيلم لجيمس بوند، تمام؟ مع العلم ان سلسلة افلام جيمس بوند دي محققة، اسمع الرقم، ايوه 7 مليار دولار. اوه، لا نفس الشخص؟ لا سلسلة الافلام. ايوه، سلسلة الافلام لنفس الشخص اللي اخذ الفلوس دي. لا ما هو جيمس بوند ده على الاغلب برضه بيتغير البطل. أيوة. يعني اول واحد بدا السلسله اخذ 6000 جنيه استرليني، كانه شغال فول تايم مثلا. حماقه البدايات. بجد كانه شغال محاسب في شركه، شغال مهندس، مش عارف بتاع اي حاجه. مع العلم ان ده اكتر واحد مضحوك عليه في القائمه دي، هو رقم واحد في القائمه. طبعا طبيعي يعني. مارك اسمه شون كونيري، ده اكتر واحد مضحوك عليه. ندم عمره ده. نفس احساس لما تشتغلي في شركه وبعد كده تكتشفي ان اللي حواليكي كلهم ان انت اقل مرتب. والله العظيم بيقبضوا ضعفك مثلا. أيوة. وانت داخله بقى مبسوطه. عارف الميم بتاع المدير اللي ما بيعرفش يفتح باوربوينت ولا يعمل بياخد 25,000 ولا 30,000؟ بيقبض كام؟ بيقبض 3 اضعاف مرتبك اصلا. فاضل لك رقم 2 في القائمه. حاجه ايه؟ طيب وهو فيلم يعني قديم شويه وليه علاقه بالفضاء والحرب انترستيلر. اكيد لا مش لا قديم. قديم سنه 1977. ستار وورز. برافو. والممثل هو مارك هاميل. تخيل ده اخد كام؟ ده اتدفع له 650,000 دولار. 650,000 دولار فقط. مع العلم ان الفرانشايز دي حاليا تقدر قيمتها بكام؟ كام؟ رقم خرافي. ده الايرادات بتاعتها على مدار التاريخ. رقم خرافي بجد. هو ستار وورز طبعا 70 مليار دولار. 70 مليار دولار، والبطل ده اتدفع له بس 650,000 دولار. يا جدع انت، يا جدع ده، يا جدع ده، يعني المنتجين دول يعني بص ارقام رهيبه. بالقهر فعلا بجد. تخيل لو انت مكانه بقى، انت كده اشتغلت وعملت وبتاع وانت سبب رئيسي في نجاح الفيلم ده. ايوه طبعا. وشوف بقى الفيلم عمال يحقق ايرادات قد ايه وانت قاعد خلاص، انت خدته وقبضته ومضيت يا معلم. انت مضيت. تفتكر ممكن تعمل ايه عشان تشتري شنطه بيركن من إرميس؟ اللي هي وليست بيركن ستوك، عشان بس في فرق شاسع بين الموضوع ده. انا ما اعرفش، هو اصلا مش بيبيعوها لحد اساسا. ما انا هفهمك بقى ازاي. اللي انا اعرفه انه مش كل الناس بتعرف تشتريها، في حاجات معينه. ده اخري في البيركن. اتقل بقى ماشي. شوف بقى البيركن صعبه قد ايه. بيقول لك ان انت مش اللي هو انا داخل المحل اشتري شنطه بيركن، فانت عمرك ما هتدخل محل هتلاقي شنط بيركن معروضه ولا هتلاقيها اونلاين اصلا. دول بيعزموك على اوضه برايفت جوه المحل، وكمان بيقدموا لك مشروبات وبتتعامل معامله خاصه لو حكموا عليك ان انت تستحق ان انت تشتري. حكموا عليا لو حكموا عليك ان انت تستحق تشتري شنطه مش بيركن. شنطه في الاخر اشتري شنطه خروج. هي مش شنطه. تمام. اوعى تقول عليها كده. انا اسف يا شنطه. المفروض بقى عشان تشتري شنطه ان انت تصرف فلوس علشان تعرف تجيب، بمعنى ان انت النسبه لازم تكون 1 لواحد. انت عايز تشتري شنطه بيركن قول ب 12,000 دولار. تمام. يبقى لازم الاول تصرف 12,000 دولار على منتجات إرميس تانية. ده ايه الشغل ده؟ وهقول لك حاجه كمان يا ريتها بالسهوله دي، مش اي حاجه من إرميس كمان. يعني انت لو صرفت 12,000 دولار بس صرفتها على الحاجات اللي هي ايه بيقولوا عليها اللي ممكن تبقى عاديه، يعني زي حزام، سليبرز، مش عارف محفظه. لا انت عايزينك تصرف في الحاجات اللي هي ليها ذات قيمه يعني. اصرف في شنط، اصرف في هدوم، اصرف في مثلا شوزات ذات قيمه عاليه وسعر عالي علشان تستحق ان انت تشتري بيركن. هو في الناس دي بتعمل لك كده ليه؟ لا والله بجد الناس دي بتعمل لك كده ليه؟ ان مش كفايه ان الحاجه غاليه كمان، لا انا هقيمك واشوف تستحق تاخد الشنطه. انت يا مواطن يا غني، انا هقيمك واشوف اذا كنت ولو حتى لو كنت غني برضه ما تستحق. اصرف الاول عشان تعرف تشتري البيركن. شغل عشان تعدي. بالظبط. يا ريت الموضوع وقف لحد كده. انت لازم تكون علاقه مهنيه طيبه مع السيلز اوفيسر او السيلز عموما، الشخص السيلز. صعب يعني ما بقاش ان انا
هدفي ان انا ابقى غني وده لوحده خلاص كفايه انت يعني. لازم تعمل استراتيجي علشان تفكر تشتري بعد ما شنطه أبقى غني. بيركن. السيلز اسوشيت ده هو اللي من خلاله هتقدر تشتري شنطه بيركن او لا، هو اللي هيحكم تعمل ايه بقى. كملي انت ليه حاسس ان انت عايز تشتري شنطه بيركن؟ لا مش عايز طبعا. بعد طيب، الكلام ده ما كله خلاص اشتري متضايق شنطه ليه؟ بيركن ليه يعني؟ بشتريها من اي سوق العصر ولا سوق العصر الجمعه ولا اشتريها أي حاجة. من علي بابا. والله بيقول لك بقى ان السيلز اسوشيت ده بيقيمك، بمعنى ان انت لازم تعمل معاه علاقه طيبه، تاخد رقمه وتبدا تكلمه على الواتساب. والناس اللي عملت كده فعلا بتوصف ده بان هو بيقول لك ان انت كانك بالظبط بتكست حد هو مش مهتم بيك، يعني انت عندك كراش تمام، بس دي محلسه يعني انا ده مش لازم اعمل وإيه كده. انت فكرك كده هتروح تكلمه كده انا والله انا عايزه اشتري شنطه؟ لا طبعا، ده ممنوع مرفوض تماما. ايوه انا عشان كده لازم بقولك. تكلمه في مواضيع تانية، مثلا والله تبعت له ما هي دي استراتيجي. تيكتس حفله، وتكلمه عن الحياه عموما. دي استراتيجي إيه؟ اللي هو عشان الشخص ده يسهل لك الموضوع ان هي حاجه وهما بيبقوا عارفين كده. بس انت لازم تعمل ده بذكاء بقى، ما تبقى صايع فيه، ما تبقاش اللي هو دغري كده. لا دغري ده يقول لك يلا بلاك ليست، مرفوض تشتري شنطه بيركن، مرفوضه يا معلم. ويا ريت الموضوع بالسهوله دي برضو. انت بتستنى من سنه لسنتين علشان تجيت اوفرد بيركن باج. لا بجد والله في ايه بجد؟ ليه عشان اشتري شنطه اعمل كده؟ طب اروح اشتري شنطه من ديور ولا جوتشي ولا اي بتنجان يعني. روح، في إيه؟ عايز تروح تشتري روح. لا اروح طبعا. بيقول لك بقى ان انت فلوس اروح. مفيش حد في العالم يقدر كده بكل سهوله انا داخل اشتري شنطه بيركن. معظم الناس او كل الناس تقريبا بتستنى من سنه لسنتين علشان ياخدوا شنطه واحده. ويا ريتك بتعرف تختار اللون ولا الموديل. الاسوأ من كده ان هم بيدوك، بيقول لما خلاص بقى يحكموا ان انت تستحق تشتري شنطه بيركن، بيقول لك والله دي الالوان المتاحه ودي الاحجام المتاحه ودي الموديلات المتاحه من البيركن. عجبك مش عجبك يا غني يا فقير، انت اللي مش فاهمين لك انت ايه. اتفضل بره المحل. ايه ده بجد؟ وليه التعامل بقى كده؟ وليه ليه حد والله بجد يخترع نظام زي ده؟ ويا ريت لو انت بقى فلوسك كتيره وعايز بقى تصرف، مفيش حد في العالم مسموح له انه يشتري اكتر من شنطتين في السنه. طب وما يعرفوا منين؟ ما انت بيبقى سؤال ساذج. هيعرفوا منين؟ سؤال ساذج. انت ليك تاريخ، عارف كده لما بتروح عياده او بتاع والدكتور بيعمل لك تاريخ مرضي، دول بيعملوا لك تاريخ شرائي. انت اشتريت في اليوم الفلاني ويبقى عندهم ملف ليك، وانت اشتريت الشنطه دي في اليوم الفلاني الوقت الفلاني ودفعت كذا وعملت كذا. ده موضوع كبير عشان شنطه. طب انا بقى عايز اقول حاجه بقى، شنطه البيركن ده اصلا شكلها مش حلو من الاخر كده. انا كمان اصلا بقى شفتها. احنا ساكتين على الموضوع ده. انا ساكت من زمان ومش عايز اتكلم. شكلها وحش فعلا. ايوه بجد شكلها وحش، انا ما بتعجبنيش يعني، مش شايف ايه المميز فيها بصراحه. في ناس فعلا مستاءه جدا من الموضوع زيك كده، وعملت ايه؟ رفعوا قضيه على بيركن، على ارماس. عايزين نشتري يا جدعان. قالوا لهم يعني في القضيه دي ان هم بيعملوه ده صعب جدا وكده. تخيل المحكمه حكمت بس انا تافه لدرجه ان انا ارفع قضيه عشان حاجه شبه كده. ما خلاص مع السلامه. تخيل المحكمه قالت ايه بقى؟ قالت لهم ارماس يقدروا يتحكموا في البيزنس بتاعهم زي ما هم عايزين. في الاخر كده كل واحد ينفض لنفسه. عايز تشتري اشتري، مش عايز 60 داهيه براحتك. مش عايز تسمع كلامهم، مش عاجبك روح بقى ديور ولا شانيل ولا روح ديور ولا الحاجات اللي هي العاديه، الحاجات العامه دي بتاعت عامه الشعب يعني. في ايه بجد؟ هو ليه بيعاملوا الناس كده؟ حصل ايه مننا طيب قصاد الشركه دي يعملوا معانا كده؟ هفهمك بقى. ده اللي اقول ليه بقى البيركن قيمتها عاليه. بيقول لك البيركن بتفوق الذهب كاستثمار. الله. قيمه الريسيل العاليه بتاعتها تخطت الذهب في خلال اخر 10 سنين فاتوا، عشان كده قيمتها عاليه جدا والناس بتحب ان هي تنفست فيها. ايوه بس معموله من ايه يعني؟ وايه اللي يخليني اصلا ادي الشنطه شبه كده قيمه الصراحه؟ هو ده السر. حاجه غريبه جدا. هو ده السر. وعلى فكره اظن كل التيرمز اللي بتخليها اكسكلوسيف دي بتخلي الناس عايزه تشتريها اكتر وبتخلي قيمتها تعلى. بيركن تيم انت بقى؟ لا والله شكلك منهم، ولما تتغني ولا حاجه هتفضلي عندي مفضلات. بتقولي عادي مش مشكله يذلوني لحد ما اشتري عمري ما اسمح لحد يذلني والله. يعني انا بيقول لك هين قرشك ولا تهين نفسك، اروح انا اهين قرش وهين بيركن. اهين قرشي واهين نفسي. تخيلي وسط الموضوع ده فعلا، اهين قرشي واهين نفسي، بدل ما كان الموضوع عادي هين قرشك ولا تهين نفسك، دلوقتي انا اهين قرشي واهين نفسي. حاجه والله غريبه بجد. وحاجه كمان بقى ممكن تخليهم كده يرفضوك، ان انت اتسرعت. انت واحد متسرع، انت داخل المحل وبتتكلم عندكم ايه وبتاع، ورحت فجاه جبت سيره بيركن. والله انا عايزه اشتري شنطه بيركن. هيدوك دوج كده، يلا دوج يعني في وشي يعني ولا بولايت دوج كده اللي هو ايه،
هيحاولوا يرفضوك بادب يعني. انت شكلك محدث ويحاولوا يحولوا مسار الموضوع ويحاولوا يريكومند برودكتس تانية ليك. انت جاي عشان بيركن جاي انت جاي تصاحبني مصلحه، مش عشان انت مش جاي عشان ارمس، انت جاي عشان بيركن ومصلحه. اطلع اوعى تتسرع وتطلب بيركن تو سون. الفكره بقى ايه اللي يخلي انسان فعلا يذل نفسه للدرجه دي؟ هل عشان يرضي غروره ولا عشان بجد استثمار؟ انا عن نفسي كعمر ما عملتش الكلام ده. فقرة الأغنية الشقية، يلا بينا بقى. طبعا حاجة متحمسة. أول حد معانا هو ويجز، الفنان ويجز. الفنان ويجز فاجئنا مؤخرا مع الكينج محمد منير بأغنية رائعة جدا وهي كلام فرسان. كلام فرسان، بس هو الكلام ده بقى مش مفهوم. ما هو عشان كلام فرسان احنا ما بنقعدش كتير مع فرسان. تفتكر عشان احنا مش فرسان فعلا؟ ما تتكلمش لغة الفرسان انت. لا عشان كده ويجز بيقول بقى انا جدع، انا اناني وطيبتي مش عجباني. طب تمام، يعني هو انا جدع وانا اناني، كلام متناقض اصلا. يعني انا جدع بس انا اناني وطيبتي مش عجباني، اللي هو طيب. هو بيأنب نفسه تقريبا، اللي هو يعني ايه؟ انا اناني، بس احنا عايزين نفهم ليه قال انا جدع. تمام، انا جدع، انا جدع، انا اناني، انا شرير. انا اناني بقى اللي هو كويس. ممكن اناني في عارفه اللي هو ايه اكتر حاجه ما بتحبهاش في نفسك؟ انا مثلا تبتي، ما هو تبتي فعلا بيقول لك تبتي مش عجباني، اللي هو التشيبه الزايده. بالظبط، انا عيبي التشيبه الزايده. فهو كده بالظبط. ممكن انا اناني اللي هو يعني دي حاجه كويسه فيا، ما اعرفش بقى هل اناني هو في حبي، هل هو بيأنب نفسه ولا ممكن. هو مثلا بيذكر محاسن نفسه ولا هو ايه بالظبط؟ ما حدش عارف. بما ان ده كلام فرسان فاحنا مش فاهمين. ما هو كلام فرسان بقى احنا لازم نستضيف فارس. ما كنا نجيب فارس يشرح لنا بقى. فارس العوض. فارس العصب. العوض مين؟ في فارس العوض ده معلق. لو جبنا فارس العصب، فارس العصب هيفهم الكلام ده بما انه فارس فعلا. بصوا يا اخواتي، حاجه كمان بقى، خلق منفقاني سنداني خلاني. بس هو في الاغنيه بيقول خلقي منفقاني. لا، خلق منفقاني. خلق دي معناها ان هو ايه؟ خلق منفقاني. ناس منفقاني، ناس منفقاني، ماشي خلاص. مفهوم. سنداني خلاني يعني ايه؟ سنداني خلاني ايه؟ سنداني خلاني ده انا اقول لك بقى، دي ممكن خلاني يعني جاي من الخال، من خالي، يعني اللي هو الخلاني، يعني خلاني هما اللي سندني والخلق منفقاني. بالظبط، والخلق منفقاني. او ممكن خلاني اللي هو الخليل الصاحب مثلا. ممكن سنداني خلاني، ممكن الناس اللي كاتبين ممكن ناس عميقه لدرجه انه يعملوا اللي انا بقوله دبل مينينج. خلان الخل اللي هو الصديق خلي. بالظبط، ايوه صح. انا دي وجهه نظري. خلي دي دلع خليل. خلو. فهي ممكن تبقى كده يعني. انا لا مامي ولا دادي ولا يعممني الحاوي، انا دي الملكه وده لساني وفلوسي مش عاملاني. كده بقى احنا دخلنا في الغويط وكده. يعني انا يعني اللي فات ده ماشي، لقينا له تفسير. يعني ايه بقى انا لا مامي ولا هو اظن انا لا مامي ولا دادي، ان هو انا مش عيل طري يعني. لو انا لا مامي ودادي، لا انا بقول امي وابويا وماما كده يعني. لا يعني انا مش عشان خاطر بيقول ايه الهبل ده. مش عشان خاطر بيقول يعني بالفعل يعني انا مش عيل طري يعني. انا مش عيل طري. خلاص اتفقنا على ان لا مامي ولا دادي، يعني انا مش عيل طري. ولا يعممني الحاوي. يعني ايه بقى؟ ولا ايه يعممني الحاوي ده؟ الحاوي اللي هو الشخص اللي المتلاعب يعني. المتلاعب يعممني هو لبسني العمه. فاهم قصدي؟ تصدق والله العظيم جدع. باينه بجد. لا ما جاش في بالي لا خالص. والله باينه. يعممني يعني يعممك اللي هو يلبسني العمه. هو لبسني العمه اللي هو لما لبسني العمه يبلفك يعني. لو بقول لك ده لبسني العمه اللي هو ضحك عليا يعني. فهي دي معناها هو انا بقى ايه؟ انا مش عيل فافي والحاوي يلبسني العمه. لا يابا. على فكره الاغنيه دي من كلمات امير طعيمه وويجز. بالظبط. واضح ان لا في والله العظيم. انا شوف انت من ساعه الاغنيه دي ما طلعت واحنا بنغنيها مش فاهمه ولا كلمه. بس دلوقتي بقى اول مره هدف الفقره ان احنا ندي وقت شويه ونفهم الكلمات دي عشان لما نسمعها نبقى ليها معنى فعلا. انا دي الملكه وده لساني وفلوسي مش عاملاني، ده معناه ان هو عنده ملكه الالقاء يعني والغناء والكده. انا مش فاهم الحته دي. انا دي الملكه يعني دي الملكه بتاعتي. في حد بيقول لك عنده ملكه الحفظ، ملكه وعندك ملكه الفهم. انت كان عندك ايه في الثانويه العامه؟ في المذاكره مش عارف. انت ما عندكش ملكه الحفظ. دي حاجه كده يعني ما تعرفش تحفظ خالص. فهو على الاغلب قصده انا دي الملكه وده لساني، يعني هو عنده ملكه الالقاء لان هو رابر اصلا. فهو عنده الملكه. بيتفشخر انا دي الملكه وده لساني يعني. وفلوسي مش عاملاني، يعني فلوسي مش هي اللي عاملاني، انا قيمتي عاليه من غير الفلوس اصلا. انا مشكلتي في الاغاني بتاعت ويجز دايما، او في اغاني اللي هو تحسي اللاينز نفسها منفصله عن بعض جامد. منفصلة. صح ولا هنا كده ولا انا اللي فصلت كده يعني؟ برضه. بس هو ممكن
كل يكون لاين في بيدي معنى، بس هم ساعات مرتبطين بحته ان انا جامد وان انا فلوسي مش عاملاني، ما هي وإن دي أنا مش اظن عارف في إيه ستوري، والكلام ده. هو غالبا في ستوري ورا الكلام ده كله. تمام حلو ده. فلوسي مش عاملاني خلاص، مفهوم مفهومة دي. مفهوم. مين يدوسوا علينا ولا ما تنساش ولا عاش ولا كان ولا قل مزاجي. دي شتيمه وش ده بقى اللي هو يعني هتدوسوا علينا، ده لا عاش ولا كان يابا ولا اقل مزاج اللي يعمل كده، ودي ردح، دي في حته ردح. تمام. انت كده شرحتها مظبوط يعني، صح مش كده حاسة ولا إن انت فيها- حاسه ان في حاجه ثانيه؟ حاسه ان مفيش تفسير تاني لكده. لا تمام، دي حته يعني ردح. مين يدوس ولا ما تنساش ولا عاش ولا كان ولا قل ويلا مزاجي. يلا من هنا، يلا اجري يلا بدل ما اديك على قفاك. ده دوس انا عليك. ده نخش كلام- بقى للشرح. ده ماشي. كلام فرسان. ده كلام ده فرسان. فعلا ده بقى. ده كل اللي فات كل ده اللي ممكن فات؟ قصده ده كل اللي فات ده ده كلام فرسان. ده كلام فرسان. واللي جاي كمان كلام فرسان، لان هتسمع دلوقتي. هنشوف بقى. ده سلام، ده سلام لا سلاح ولا وهن معاني. يا سلام. الأغنية دي استني بقى، عميقة. استني عشان هنا في شغل عالي. ده سلام لا ايه سلاح. اللي سلام؟ ده سلام لا سلاح يعني ولا هو ده كلام فرسان. تمام، ايه تاني خلاص. بقى غير كلام فرسان؟ ده سلام. سلام. يعني لا ايه سلام؟ اللي هو سلام يعني بيس يعني. ولا بيس هو سلام. بيس سلام بيس. ماشي. لا سلاح ولا وهن معاني. يعني ايه وهن معاني؟ وهن معاني. تفتكر بقى هل ويجز فعلا في مينينج ورا وهن. الكلام ده، ولا أيوة هو أكيد. بس بيرص وهن كلمات؟ معاني، ما انا مش عارف. ده سلام وهن اظن يعني ده كلام لك. فرسان، وده سلام خلاص. لا سلاح. يعني مش سلاح، يعني انا جاي اي كام ان بيس. كومن بيس يعني ده انا مش جاي. ايه تمام. تماس. رمي رمي التماس. التماس. رمي التماس. تمام. وهن معاني يعني وهن يعني ضعف، فهو غالبا قصده وهن معاني اللي هو واللي انا قلته ده مثلا مش اي حاجه. ده لا مش برمي ده كلام. مش لا ولا وهن معاني اللي يعني هو ده مش ضعف. آه. ده كلام فرسان بجد. آه. وده سلام. وهو لا خناق ولا كلام ضعيف. ده كلام ليه قيمه فعلا. او ممكن او ده وهن، او ممكن قصده ان انا جاي في السلام، وده مش معناه ان وهن ان ده وهن وحاجه ضعف يعني. ده مش ضعف. ممكن فعلا. منطقيه فعلا. مثلا يعني. تمام. عينيا شايفاهم ويتوهوا مني ولاقيهم. انا دي الحته دي مش فاهم هم مين هم بقى، بس هم معرفش. اكيد في حاجه. طب ثواني، مين عينيا هم؟ شايفاهم هو معناه ان هو شايفهم فعلا. شايف في ناس مين بس هم؟ بيتوهوا منه برضه. بس برضه بيلاقيهم. بيلاقيهم. بس طب بيلاقيهم. ايه بقى ده؟ على مثلا الاخصام، ولا مثلا على ممكن. الصحاب، ولا ممكن. على ايه؟ ما انا دي مش عارفين بقى. دي دي ممكن big حاجه غريبه. question mark big كده question. يعني. يصغروا في عينيا، صبور على الدنيا وراضي بيهم. أنا بحس ان الحاجات مش مرتبطه تحس ببعض. ان انت طالع نازل بيمرمطك في الخلاط. عينيا شايفاهم يتوه مني. ده خلاص تمام. يصغروا في عينيا. مين هم؟ معرفش. هو طيب. اظن اللي عينيه شايفاهم بقى. هم دول يظهروا في عينيا، صبور على الدنيا وراضي بيهم. يعني ممكن الناس دي قليله في عينه، بس في نفس الوقت هو صابر وراضي بيهم وخلاص. او ممكن عايش ده مع بقى ناس، عايش مع ناس بيصغروا في عينيه، بس في نفس الوقت راضي بيهم يعني وخلاص. بيعملوه وحش. او ممكن بيصغروا في عينيه، يعني بيعملوا معاه حركات الا يعني. ايه ده؟ إلا. نفس الكلمه. في ناس لا خلاص كده احنا كده في ناس جوه قلوبهم دفا، وقلوب خلينا الحته بتاعت الكينج دي نخش بيها في المره والعين الجايه. خلاص يا بتبين عم. ايه. خلاص وان كان غدر وان كان وفاء، دور على الحلوين اصل الصاحب ساحب. خلاص يا معلم. شوت اوت للكينج محمد منير، اعظم فنان في تاريخ البشريه. لما جرى. هل فهمت بقى نفس اللي احنا فهمناه ده، ولا انت كنت فاهم حاجه تانية خالص غير اللي احنا فهمناها؟ اخبار خفيفه. شركه عربيات صيني اخذت براءه اختراع في حمام بيفعل بالصوت جوه العربيه. مزنوق. اتفضل حمام. 3 اشخاص اتحكم عليهم في كاليفورنيا الاسبوع ده بسبب محاوله احتيال على شركه تامين. اتنكروا في لبس دببه ودمروا عربياتهم الغاليه علشان ياخدوا فلوس التامين. كل سنه وقابل طيبه كملت 50 سنه يوم 1 ابريل. الشركه اللي بدات من جراج دلوقتي قيمتها تقدر ب 3 تريليون دولار امريكي. بعد الاشاعات اللي طلعت ان اكبر سلحفاه في العالم واللي سنها 192 سنه ماتت، نحب نطمنكم السلحفاه لسه عايشه وبتاكل خس وخيار وصحتها عال العال. مدرس متقاعد في انجلترا باع بيته التاني علشان يقدر يروح يحضر ماتشات كاس العالم في أمريكا الشمالية لمدة 7 أسابيع، وبعد ما حسب الحسبة طلعت ب 465 ألف دولار أمريكي علشان يحضر كل الماتشات. دراسة جديدة أثبتت إن الناس بتثق أكتر في أي حد شايل كلب. ترند جديد ظهر وهو الحفلات الصامتة، وهو إن الناس بتروح تحضر حفلات وهم من غير أي صوت وكلهم لابسين هيدفونز وكل واحد بيسمع مزيكته على مزاجه. واحد اكتشف بالصدفة إن بعد ما اشترى عربية أونلاين إن هي عربيته المسروقة. لايف جاكيت كانت لابساه واحدة من ناجيين تايتانيك اتباع في مزاد مؤخرا بقيمة 900 ألف دولار أمريكي. لاعب بوكس في نيويورك اسمه جادل ميلر كسب المباراة، بس اللقطة بقى مش هنا.
اللقطه انه كان لابس باروكه واخد فيها بوكس طيرتها، وبعد المباراه اعترف ان هو اتقرع بسبب ان مامته كانت حاطه ماده منظفه بدل الشامبو. عندك اخبار تانية ولا خلاص كده؟ لا كده خلاص، القرعه اللي طارت دي كانت اخر خبر عندي الصراحه. شطبنا يعني. والامهات بعد كده بعد اذنكم محدش يغير حاجات في حاجات، احنا هنعرف منين؟ يحطوا كلور في علبة في الازاز إزاز المية الشامبو. وبلاوي ليه؟ كتير بتحصل بالظبط. بالموضوع ده. فبلاش محدش يعمل الكلام ده يعني.